معاشر المسلمين، ويلزمنا ويتحتم علينا أن نخالفهم في عاداتهم، في أعيادهم، في عباداتهم. ومما يحزن القلب وتدمع له العين أن ترى من المسلمين من يفرح بأعياد الكفار، مسكين لا يعرف عقيدته ولا يعرف الإسلام الذي من الله به عليه، يفرح بل ويهنئ الكفار على أعيادهم كعيد رأس السنة الذي يسمى بعيد الكريسماس. أتدرون ما هو عيد الكريسماس هذا؟ إنه من أكبر أعياد النصارى، ويقصدون به مولد ابن الله، ويقصدون به مولد عيسى، فهم أهل شرك بالله كفرهم الله عز وجل. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. ويأتي هذا المسلم المسكين الذي يقاد وراء الكفار ويحتفل بهذا العيد، ولا يدري ذلك المسلم ما الخطر الذي يحوم عليه والذي يترتب على ذلك من التهنئة فقط. يقول ابن القيم رحمة الله عليه: تهنئة الكفار بأعيادهم محرم 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 باتفاق العلماء. محرم يا أيها المسلم باتفاق العلماء. تهنئتك للكفار بهذا العيد أو بغيره فيه إدخال السرور إلى قلوبهم، لأنك تشاركهم في فرحتهم، وهذا والله أمر خطير خطير على دينك. تشارك الكافر في فرحته، تشارك الكافر في عيده. تهنئة الكفار بعيد الكريسماس أو بغيره من الأعياد فيه رضا بما عليه الكفار في ذلك العيد. أترضى أن تهنئ كافرا بسجوده على صنم؟ هذا كتهنئتك له، كتهنئتك له بعيد الكريسماس، لأنهم يعتقدون أنه اليوم الذي ولد فيه الله أو ولد فيه ابن الله عيسى عليه السلام. انظر إلى الغفلة. لهذا تجد كثير من الناس هؤلاء يحذرون: أنت مسكين مسكين، ما تدري ما الذي يريده الكفار منك. إذا كان هذه الخطورة في التهنئة فكيف بالاحتفال؟ كيف بالاحتفال يا معاشر المسلمين؟ والله مصيبة. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والله وبالله وتالله لا يجوز الاحتفال بأعياد النصارى ولا بأعياد غيرهم من الكفار، ومن رضي ذلك في بيته ليسألنه الله يوم القيامة فليعد للسؤال جوابا. يا من ترضى بذلك